احنا النهارده هنتكلم عن هاتف من شركة انفينكس. الصراحة هاتف بيقدم مواصفات كويسة بسعر كويس مع امكانيات كويسة. ممكن يكون في عيوب صغيرة، ولكن انا شايفها عيوب صغيرة جدا بالنسبة للامكانيات اللي هو بيقدمها. فاعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل 200 الف مشترك في نهاية السنة، واكيد انت اللي هتساعدنا بكده. وقف الفيديو ثواني، مش هناخد ثواني، واعمل لايك واشتراك. ويا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. النهارده هنتكلم عن هاتف انفينكس نوت 40 اكس 5G. هنتكلم كالعادة عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو. فزي ما قلت اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. نشوف اول حاجة تصميم الهاتف. وتصميم الهاتف هنا خاماته كلها بتيجي من البلاستيك. تصميم الهاتف هنا زي باقي سلسلة النوت 40، تصميم انا شايفه يعني مش وحش، كويس وشكله شيك الصراحة وكويس، وهو اذواق يعني ممكن يعجب ناس وناس تانية لا. وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا جايب حجم 6.78 بوصة، جودتها فول اتش دي بلس، وبدقة 2460 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل انش، والشاشة نوعها أموليد، ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع بتاعها 500 شمعة. بص أنا عايز أقولك إن الشاشة في السعر ده ممتازة. مشكلتي الوحيدة مع الشاشة هي السطوع، يعني سطوع 500 شمعة مش وحش، هيمشي الدنيا، ولكن كنا نتمنى تكون مثلا سطوع 1000 شمعة. لكن عموما الشاشة كويسة مع الأموليد وال 120 هرتز، هتقدم لك أداء مناسب وكويس على الفئة دي. نتكلم بقى عن أداء الهاتف أو المعالج هنا هو ميدياتك ديمنسايتي 6300 اللي جاي بدقة تصنيع 6 نانو، والمعالج ده بيعادل أداء معالج سناب دراجون 695. المعالج هنا حقيقي كويس، يعني هيقدم لك أداء كويس سواء في استخدام يومي، تصفح، ألعاب، برامج، يعني هيقدم أداء جيد ومناسب على الفئة دي الصراحة. انفينكس هنا بتقدم لك في الهاتف نسختين، واحدة 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية برضو 256 جيجا ولكن مع 12 جيجا رام، والجهاز بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص. الجهاز هنا بيجي ب3 كاميرات خلفية. الكاميرا الأولى 108 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل ودي ماكرو، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي للعزل. طبعا ماكرو زي ما احنا عارفين بتصور بيها التفاصيل من قريب جدا. الكاميرا الخلفية هنا تقدر تصور بيها فيديوهات 2K 30 فريم في الثانية، و1080 ب 30 أو 60 فريم في الثانية. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 8 ميجا بكسل، برضو بتصور فيديوهات فول اتش دي 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جايب حجم 5000 ملي أمبير. الصراحة بطارية كويسة وهتاخد منها أداء كويس، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 18 واط، سرعة كويسة. ولكن في السعر ده كانت مفروض مثلا تكون أفضل من كده شوية، مثلا 33 واط مثلا، وهي بتدعم الشحن العكسي. الهاتف هيجي من العلبة باندرويد 14، وبيدعم NFC، وبيدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز بتدعم الاستيريو. الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP52، وبيدعم خدمات الجيل الخامس. الوان الجهاز هما الازرق والاخضر والاسود، والجهاز بيدعم البصمة، وموجودة فيه زرار الباور. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة موبي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده، وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني، ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. بالنسبة لمميزات الهاتف، فالمعالج كويس على فئة وسعر الهاتف، الصراحة بيقدم أداء كويس. برضو الشاشة رغم ان اضاءتها او السطوع بتاعها مش افضل حاجة، ولكنها حقيقي كويسة جدا على الفئة دي، اموليد 120 هرتز، فمش هتأثر يعني. برضو ان الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس في السعر ده، فدي حاجة كويسة. طيب بالنسبة للعيوب، هو عيب واحد انا شايفه في الهاتف ده، ان سرعة الشحن كانت المفروض تكون افضل من كده شوية، زي ما قلت 33 واط مثلا. يعني هي السرعة 18 واط كويسة على فكرة، بس كنا نتمنى في السعر ده تكون افضل من كده.
خلونا دلوقتي بعد ما شفنا امكانيات الهاتف وقبل ما نخش على المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو، خلونا نعرف سعر الهاتف. بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار احنا متوقعينها، لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $167، السعر المتوقع في مصر 10000 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 700 ريال. طيب كده كويس قوي، ولكن لو انا الموبايل ده مش عاجبني، ايه المنافس بتاعه؟ هقول لك عندنا هاتف سامسونج جالاكسي A25 5G. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف الانفينكس نوت 40 اكس 5G. فاحنا هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب بس اقولك ان احنا عملنا مراجعة لهاتف سامسونج جالاكسي A25 5G، لو تحب تشوفها هتلاقيها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج انفينكس هو ميديا تك ديمنسايتي 6300، ومعالج سامسونج هو اكسينوس 1280. وهنا اداء الاتنين متقارب جدا من بعض، الاتنين جايين بشاشة اموليد جودة 1080 او فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وهنا الاتنين زي بعض. سامسونج سوبر اموليد، يعني مش اموليد بس ما بتفرقش، وبرضه سامسونج السطوع بتاعه اعلى 1000 شمعة، ولكن في الحالتين الاتنين زي بعض ومتقاربين جدا يعني. انفينكس بيدعم الشحن السريع 18 واط وسامسونج 25 واط، وهنا سامسونج تتفوق. تعالوا دلوقتي نشوف فرق السعر ما بين الجهازين، بس خليك عارف ان سعر انفينكس ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر، انما سعر سامسونج ده رسمي في مصر. سعر انفينكس المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 10000 جنيه، سعر سامسونج الرسمي في مصر نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 10900 جنيه. في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة، اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رأيك في هاتف انفينكس نوت 40 اكس 5G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.